السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم إن شاء الله بحول الله اللي غتكون عبارة على دي كاب كيك اللي هما غيكونوا صحيين بالنسبة للصحة ديال الإنسان، وبالنسبة للإنسان للناس اللي هما تيبغيو يعملوا مثلا حميات أو لا تيبغيو يعملوا كبح للشهية. هادو لي كاب كيك غيساعدوكم بزاف على هاد المسألة هذه عفوا. وكذلك بالنسبه للناس اللي كتبغى تعطي لولادها مسائل اللي هي صحيه ولا مسائل اللي كتعدل في الدار كوجبات خفيفه او لا مثل هاد لي كاب كيك، فهادو كذلك غادي يعطوكم واحد، غيساعدوكم كذلك على انهم تقنعوا وليداتكم بهم، لانهم غيكونوا محلين من غير السكر، وكذلك غيكون فيهم مكسرات وفواكه جافه هي اللي غادي نحليو بها. بالنسبه لهاد لي كاب كيك كذلك كنعملوا فيهم دي شوكولا، ولكن ما غتكونش لي شوكولا اللي هي حلوه، غتكون شوكولا يعني ماشي بديل شوكولا. غنعمل فيهم داك الحبوبات ديال لي كوكيز، وهما اللي عندهم في النسبه ديالهم د الكاكاو تقريبا 73%، يعني تيكونوا شويه مرين كان باش نرضيو الاذواق ديال الاطفال وصافي. غندوز نعطيكم الوصفه بسم الله. في واحد الاناء غنعمل هنا تقريبا عندي كاس ديال الشوفه اللي خديته حبوب وطحنته، كذلك كاس ديال بذور الكتان، زرعه الكتان اللي غناخذها انا عبرت بالكاس العنبه تاخذوهم حبوب وعاد كطحنوهم. كذلك عندي كاس ديال اللوز اللي خديته كذلك حب وطحنته. بالنسبه للقياسات كل واحد ممكن يعمل الكاس اللي هو يبغي، يعني تاخذوا كاس القياسات اللي بغيتو نتوما وتعبروا بها. انا هنا ما عطيتش بالغرام، يعني انا عبرت هنا غير بالكاس. غنعمل النواشف بوحدهم، وغنضيف الخماره تقريبا هنا غنضيف 12 غرام ديال الخماره، غنضيف 4 معالق ديال الملح، وغادا نضيف كذلك واحد الساشي الفانيليا هنا اختياري، انا نورمالمون كنضيف هذاك ديال اكسترا، دابا ضفت هذا يعني واحد الساشي السكر ديالو ما غيضر شي، ولا ما بغيتوش تزولوه في مره. كذلك غنضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو اللي تقريبا بالغرام كيجيوكم شي 30 غرام ديال الكاكاو هكا. النوعيه الكاكاو اللي ضفت هذا هو كاكاو اللي كاكاو اللي هو كيكون مر، يعني حتى هو ماشي محلى. أنا هنا أغلبية غنعتمد على الأشياء اللي ما فيهاش تحلية يعني ديال السكر الأبيض، ما عدا داك الساشي الفاني ممكن يعني تزولوه لما بغيتوش تعملوه ما تعملوهش، ولكن هذاك الساشي ما غيضر حتى فشي حاجة. نحاول انني نصفي هاد الكاكاو مزيان ما يبقاوش فيه داك الحبيبات، ونخلط هاد النواشف بوحدها ونخليها، ومن بعد ندوز عاد نحضر المواد الاخرى اللي هي مواد سائله. وبالنسبه للمواد السائله فانتم تعملوا الاختيار ديالكم. انا بالنسبه لي هنا يعني ما ركزش، ممكن تعملوا زبده حيوانيه، ممكن تعملوا زيت العود مثلا زيت الزيتون، ممكن تكتفوا غير بالزيت البيضاء كما غادي نعمل انا هنايا. يعني بالنسبه لبغيتهم صحيين 100% اعملوا زيت الزيتون. هنا غنضيف في الخلاط كهربائي غنضيف 2 بيضات. هنايا انا عملت 2 بيضات علاش لان البيض عندي صغير، ممكن تكتفي غير بوحده كبيره. غادي نضيف معلقه كبيره الخل، كذلك غنعمل كاس اللارب تقريبا ديال الزيت البيضاء، وغنعمل كاس ديال الحليب. هنايا غنعمل ما بين 5 حتى 6 ديال التمرات اللي كنزولوا لهم البيضر ديالهم وكنعملهم، وكذلك غادي نضيف هنايا حتى واحد 2 معلقات كبار ديال الزبيب، هما اللي غنعمل بهم التحليه. غنخلط البيض مع هاد المواد هذه كامله حتى تحلينا التمر وهذاك الزبيب. وبالنسبه للزبيب انا دائما كنضيفو حتى هو راه فيه فوائد كبيره، غير فقط لما بغيتوش يعني بالنسبه للناس اللي كتعمل الحمي ما يكثروش منه، يعني نعملوه بقياس. خلطت هاد البيض والمواد الاخرى اللي طحنا التمر والزبيب، وغادي نضيفوه على النواشف اللي عندنا في الاناء، وغنقوم بالخلط ديالهم جيدا، يعني تخلطهم مزيان حتى يدخلوا العناصر. هنا راه ما كاينش دقيق ابيض، يعني غيتخلطوا لكم مزيان حتى من ناحيه الطياب ديالهم. فرحنا ملي غنعملوهم في الفرن غنطيبوهم فقط 10 دقائق، يعني هنا الشيء الوحيد اللي خصو يطيب شويه، طيب هذاك الزيت وطيب البيض صافي. يعني المواد اللي فيه كامله يعني ما غتحتاج شيء انها تاخذ وقت كبير في الفرن، وفقط تعملوا يعني الفرن ملي تدخلوهم تعملوا العافيه شويه تكون منخفضه. من بعد غنضيف 2 معلقات كبار ديال حبيبات الشوكولا اللي قلت لكم هو الشوكولا ماشي بديل شوكولا. وفي دو توت فاصون كيبقى الاختيار ديالكم، حبيتوا تضيفوا اي شوكولا عندكم كتضيفوا، بغيتوا عندكم بديل شوكولا يعني حبيبات اللي هي بديل شوكولا تضيفوها هي، يعني حسب الموجود اللي عندكم في الدار ضيفوه ماشي مشكله. انا ملي غنجمع هذا الخليط هذا غادي نخليه تقريبا في
في النبيره واحد 15 دقيقه، ما غادي نخليهش بزاف. نورمالمون هنا من يسالكم مزروبه كنعملوا في الكونجيلاتور ما بين 5 حتى 10 دقائق تيجمع راسو مزيان وعاد كنخرجوا. هذا لان ما فيهش الدقيق الابيض والنورمال ديال الزرعه الكتان والشفور كيشربوا دغيا، فانا غنكتفي فقط ب15 دقيقه هي اللي غادي نخليها. كنغطيو الاناء ديالنا ببلاستيك غذائي سلوفان وكنعملها يعني في واحد 15 دقيقه في النبيره، ومن بعد على ما كنجهز مسائل الاخرى ديالي كنسي شغل كنعاد كنرجع عليهم. ديك الساعه كنفرغوهم في داك لي كاب كيك ديالنا وكنعملوهم في الفرن في الفرن عفوا قلت لكم 10 دقائق لا اكثر، يعني 10 دقائق تيكونوا طابوا مزيان. وعلى حسب نوعيه الفرن اللي عندكم، نوع الفرن الكهربائي شوفوا نتوما شحال كيقدروا ياخذوا غير 8 دقائق، ومهم على حسب الفرن ديالكم. هذا هو الخليط ديالنا. من بعد 15 دقيقه كنتم تشوفوا الخليط كيفاش كيولي ثقيل شويه لان ما فيهش دقيق. ونورمالمون حتى ملي كنعدل دي كاب كيك راه من بعد نحط لكم دي كاب كيك نيت بالشوكولا هما بالدقيق الابيض، واللي هما كنعمل فيهم واحد لا ميثود باش كيجيوكم زوينين بزاف لي كاب كيك وكيجيو هشاشين وكيجيو مرتفعين، يعني دي مادلين ما يكونوش مرتفعين بحال لي كاب كيك بزاف يعني. ولا بغيتو مرتفعين بزاف كتشعلوا يعني فاش كتدخلوا الفرن كتعملوا تشعلوا العافيه من الفوق ومن التحت وكتكونوا خافوا باش كيطيبوا لكم مزيان. نعمر هاد لي كاب كيك ديالنا كاملين تقريبا راه كنعمل معلقه ونص في كل وحده، وغادا نعمل فوق منهم هاد الحبيبات ديال الشوكولا وعاد ندخلهم الفرن. انا مني بديت كنعمر هاد لي كاب كيك عملت الفران يسخن، يعني عملت له العافيه شويه منخفضه. اون فوا كندخلهم وكتكون الفران سخن كنزيد نقص عليهم وكنخليهم يطيبوا. انا قلت لكم بالنسبه لهاد لي كاب كيك كناخذوا ليا 10 دقائق الفرن غازي ماشي كهربائي، راه فرن غازي خليتهم ليا 10 دقائق. يعني بالنسبه للفرن الكهربائي تياخذ 8 دقائق والمهم في جميع الاحوال غنقول لكم على حسب الفرن ديالكم. انا ما نقدرش نحكم على الفرن اللي عندكم، نتوما تعرفوا يعني الجهد ديالو شحال الوقت اللي يطيب لكم. من بعد ما عملت هادو راه هاد لي كاب كيك يعطيوكم تقريبا 18 الوحده، يعني كميه كتخرج لكم مزيان لا باس بها. يعني راه بغيتو تضيفوا المواد يعني حتى لو ضفتوا البيض ناقص وزدتيو ضفتيو في الحليب اولا ضفتيو مثلا كوب حليب وواحد ياغورت هيدا كيزيدوا يعطيوكم الكميه. هادو انا بالنسبه ليا كنعدل هذا العدد هذا انا دغيا كيتسالوا من بعد كنولي نعدل وحدين اخرين. يعني طون بالنسبه للماده الدهنيه انا قلت لكم الا كانت عندكم زيت العود عملوها، ما كانش اكتفيوها بالبيضه وصافي، اولا عملوا الزبده حيوانيه اهم من هذا، يعني تساعد حتى هي على انقاص الوزن ومزيانه. هادو هما لي كاب كيك ديالنا، يعني تقدروا تقول عليهم دي مادلين، راهم ماشي بحال الاخرين اللي تيكون فيهم دقيق تيتنفخوا بزاف ولا هذا، لا كيجيوكم في هذا المستوى هذا وصافي. تيجيو هشاشين زوينين في المذاق. المواد اللي فيها هي مواد مغذيه، يعني انا متاكده بانكم ما عطيتهم الوليدات مع فيهم شوكولا غيبغيو. وفي حاله الا نتوما كتشوفوا بان وليداتكم يعني غيبغيو الحلوى نورمالمون العيال كيتحركوا ضيفوا لهم شويه سكر اولا ضيفوا لهم شوكولا تكون ما تكونش مره يعني تكون محلات. وبالنسبه لي كان معكم يعني في العائله الناس مثلا افراد العائله اخرين خصهم الحلاوه، فما تخسروا لهم حتى شي حاجه، يعني كتاخذوهم كتعملوا لهم فوق منهم اما تذوبوا الشوكولا هي اللي عاديه يعني تكون نورمال ما فيهاش نسبه كاكاو مرتفعه وتذوبوها وتعملوها فوق منهم، اما تعملوها بحال اللي عملت انا كرشه ديال السكر كلاصي والصلاة على النبي، يعني حنا كيجيو مزيانين. كنتمنى انكم يكون عجبتكم الوصفه وانها تفيدكم ان شاء الله مع وليداتكم مع العائله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس طبعا باش لكم وصفات جديده. شكرا على المشاهده بزاف، وما تنسوش تعملوا لايك الا عجبكم الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه ونخليكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.